مباراة بطلها الرئيسي جمهور النادي الأهلي اللي لقن ريبيرو وقال كل الكلام وحكى كل الحكي اللي ممكن أي حد من الناس اللي تطلع تحلل تقوله. يا ريبيرو امشي، خد جهازك وامشي، لعيبة عالة ومش رجالة، هو ده الملخص، هي دي الحكاية اللي ممكن تتحكي في المباراة. أداء سيء للنادي الأهلي، دفاع النادي الأهلي كان شوارع، المدرب ريبيرو شاهد ما شافش حاجة. النادي الأهلي لأول مرة يا جماعة من زمن كبير وبعيد في أول كخمس مباريات أو ده أول 4 مباريات بيفقد كام؟ بيفقد 7 نقاط كاملة ويتحصل على 5. يا عزيزي، هل تعلم ان نادي غزل المحلة فاز بالمباراة واصبح 7 نقاط؟ نادي غزل المحلة اللي كنا بنعيب على علاء عبد العال واداؤه الدفاعي، كان الراجل ده عارف من اين تؤكل الكتف، فنادي غزل المحلة بقى 7 نقاط وبقى فوق النادي الاهلي. اللي بيحصل ده مش معقول، مش مقبول، مش ده النادي الاهلي. تحس ان اللعيبة بتمشي الراجل برضو اداء يعني سيء جدا من جانب اللعيبة. مفيش اي حاجة، يعني في عشوائية وقمة العشوائية. في حاجة غريبة في المباراة، يعني مش ممكن. توقعنا في بعض الأخطاء الدفاعية نتيجة طبعا للغيابات، ولكن مش كده يا جماعة. اتكلمنا في قصة الباك اليمين والباك الشمال، ولكن كالعادة ريبيرو بيعمل اللي هو عايزه، تغييرات غير مفهومة بالمرة. يعني هنفضل نعيد ونزيد ونقول نفس الكلام كل مرة. أرجو من إدارة النادي الأهلي إن النهاردة ما يعديش غير بإقالة ريبيرو، ولازم يكون في خصم من مستحقات جميع اللاعبين، ولازم رحيل يا جماعه. يعني محمد يوسف بيعمل ايه؟ الراجل لا بيحل ولا بيربط ولا شايفين ليه اي تاثير على اللاعبين. اللعيبه كلها تحسها كل واحد بغزاله في الملعب، كل واحد مش فارق معاه تيشيرت النادي الاهلي كبير. لن نقبل باستهتار اكتر من كده. اعتقد الفتره الجايه بتوقف الدولي اللي جاي ده، والدوري هيقف طبعا. لازم كابتن عماد النحاس هو اللي يقود. مش محتاجين مدرب اجنبي، احنا محتاجين مدرب صاحب خبرات محليه، عارف اللعيبه وعارف من اين تؤكل الكتف، وعنده شخصيه. ما يهموش اسم اللعيب، لا يهمه تيشيرت النادي الاهلي. واعتقد كابتن عماد النحاس هو احسن واحد ممكن يكون موجود في الفتره الحاليه دي. اتمنى ان ما يجيش الصبح غير والراجل ده يكون ماشي. ريبيرو ده بصراحه يا جماعه الراجل ده بيعصبنا، وجوده بيعصبنا. اداء النادي الاهلي ولا اسوأ معاه. ان شاء الله كل التوفيق فيما هو قادم للنادي الاهلي. وعايز اشيد بوليد الكارتي والمدرب يوريزيتش اللي قدم مباراه تكتيكيه عاليه جدا من جانب نادي بيراميدز. صراحه نادي بيراميدز عارف من اين تؤكل الكتف يا جماعه. كل التحيه والتقدير للناس اللي بتلعب كوره، وكل الناس التحيه والتقدير للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. وبشكره شكر كبير للجماهير يا جماعه. شكرا لجماهير النادي الاهلي اللي لقنت ريبيرو والاداره درسا لن ينسى. شكرا.